أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. النعم التي تغمرك من رأسك إلى أخمص قدميك، نعمة الصحة. كم من إنسان راقد على الفراش لا يستطيع أن يتحرك، بل لا يستطيع أن يدخل إلى الخلاء وأنت في صحتك تسير حيث شئت. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. من النعم عليك الأولاد، كم من إنسان حرم من هذه النعمة. من النعم عليك الاستقرار بالبيت مع زوجة صالحة أو زوج صالح. كم من أناس قد حرموا من هذه النعمة. كم من أناس حرموا من نعمة الإسلام أو أسلموا ثم ارتدوا بعد ذلك والعياذ بالله. فاسأل الله سبحانه وتعالى واستعذ به من زوال نعمته. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. الله قد عافاك، سترك، فلو أزال عنك هذا الستر وتحولت العافية. الله قد عافاك فتركك حرا، فلو أزال عنك هذه الحرية بسجن أو بأسر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا وارد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، أن تأتي نقمة من الله سبحانه وتعالى عليك فجأة كموت الفجأة. شخص يسير في الطريق فجأة يسقط على الأرض ميتا. وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أي أمر يسخط الله عليك تستعيذ بالله منه، فإذا ذهب السخط لم يبق إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ترجوه من دنياك وشعارك وعجلت إليك ربي لترضى. ردد هذا الدعاء صباح مساء في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والسلام عليكم.